وصفتنا الليلة مكرونة بنكهة مميزة ولذيذة. طريقتها سهلة جدا وما بتاخد معانا وقت أبدا. يلا نشوف كيف هنقدر نعملها. في طو على النار حاضيف فنجان من الزيت. أول ما يسخن الزيت معانا عندي بصلة كبيرة قطعتها لقطع صغيرة. هحمص البصلة لمدة 3-4 دقايق بس، ما عايزينها تدبل معانا خالص، بس تدبل حاجة بسيطة. بعد كده هضيف جزرة بشرتها وهحمص الجزرة مع البصل لمدة 2-3 كمان. بعدها هضيف قرنين من الشطة، واحد أحمر واحد أخضر قطعتهم لقطع صغيرة، وفصين من الثوم مهروسين. الشطة اختياري طبعا. هنحمصهم لمدة 1 دقيقة بس تطلع معانا ريحة الثوم. بعد كده هضيف ملعقة كبيرة من الصلصة وملح وفلفل أسود وحبة ماجي. الناس اللي ما بتستعمل الماجي وما بتحبها ممكن تضيف بهارات مشكلة. هقلب الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هضيف 3 كاسات من الموية. بعد كده هنقلب الحاجات دي كلها مع الموية، وهنضيف نص كيس من المكرونة. هرجع اقلب المكرونة مع كل الحاجات، وبعد كده نغطيها ونخليها تستوي تماما. اهم حاجة لما تستوي نخلي فيها شوية صوص، ما نخليها ناشفة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هضيف 2 ملعقة كبيرة من اي جبنة سايلة عندكم. انا استخدمت جبنة البوك السايلة. هدوب الجبنة مع المكرونة، واخر حاجة هضيف بقدونس مفروم، حاجة بسيطة جدا، وديها تقليبة مع باقي الحاجات. هنخليها تتسبك تسبيكة أخيرة لمدة 2 دقيقة، هتكون تقلت معانا وتسبكت معانا. وبس كده، جربوها وادوني رأيكم في التعليقات. مع السلامة، في أمان الله.